ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعل من عجز عن التحلل من المظالم؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وصلني هذا السؤال، وكان واضح من صاحب السؤال أنه يعيش في شيء من الفزع خوفا من أن يموت قبل أن يتحلل من تلك المظالم. في البداية حبايبي لازم نقول أن العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإنسان لابد أن يحذر أولا من الوقوع في مظالم العباد، لأن الإنسان لو وقع في ذنب بينه وبين الله فالمغفرة إليه قريبة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أما لو كان مظلمة في حق إنسان فقد يكون هذا الإنسان لا يسامح. طب ليه أنا أحط نفسي في المأزق ده؟ لا، الإنسان لابد أن يتحلل من المظالم. قال جل وعلا وقد خاب من حمل ظلما، وقال جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذا جاء الأمر بالتحلل من المظلمة اليوم وليس غدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات، لكن نحن لا نغلق أبواب الأمل أبدا في وجه أي أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبشر حضراتكم أنه ليس بفضل ليس في قاموس الرحمة شيء اسمه العجز عن التحلل من المظالم. وهذا الكلام الذي سأقوله ليس من باب ان احنا نجرأ الناس على فعل المظلمة ثم التحلل منها. ليه؟ لأن الإنسان قد يفعل الظلم ثم يعجز عن التحلل لأنه قد يموت قبل أن يتحلل من تلك المظلمة. واضح كده؟ احنا ما بنقولش الكلام ده عشان نجرأ حد على الوقوع في المظالم، لكن بنقول ده عشان نفتح باب الأمل لمن وقع بالفعل في المظالم ويريد أن يتحلل من المظالم. تعال نشوف كده بكل بساطة هي المظالم عبارة عن إيه؟ غيبة مثلا، هذكر بعض المظالم كده. غيبة مثلا يكفي فيها الدعاء والاستغفار لمن اغتبناه وأن نصلح الصورة التي شوهناها في أنظار الآخرين. يعني قلت عن فلان إن هو بخيل، يبقى تدعو له وتستغفر له وتقول لنفس الناس اللي قلت لهم ان فلان بخيل تقول لهم ده انا اللي كنت فاهمه غلط، رجل كريم ومن خيرة الناس جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه. يبقى احنا كده ايه؟ صلحنا الصورة ودعونا له واستغفرنا له. لان لو رحت قلت لواحد انا اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا قد لا يسامح، بل في الغالب لن يسامح.
واضح كده؟ يبقى احنا كده كدرنا العلاقات اللي بيننا وبين اخواننا واحبابنا، والانسان مش معصوم، قد يقع في كلمه فليتب منها ويكثر له من الدعاء والاستغفار، ولو قدر يعمل له صدقه ولو بمبلغ بسيط يبقى خير، تمام؟ يعني الله لا يلزم بذلك يعني، تمام؟ وبعدين يعني الصوره اللي شوهها يصلحها مره اخرى. طيب في ايه تاني من المظالم؟ نميمه، لابد ان هو يذهب ويصلح بينهما. طيب لو رفضوا بقى، يعني لو هو راح للاثنين وقال لهم سامحوني انا اللي وقعت ما بينكم وقلت لك كذا وقلت للتاني كذا وما حصلش لا منك ولا منه وسامحوني وانا اسف، افرض رفضوا يسامحوه مع انه راح اعترف واصلح ما بينهم، لو رفضوا يسامحوه فقد فعل ما عليه وادى ما عليه وتحلل من المظلمه، لانه اصلح ما بينهم ووضح ان هو اللي قال الكلام ده من عنده. ومش معنى كده ان احنا نجرأ الناس على السعي بالنميمه وبعد كده اقول له بعد ما تسعى بالنميمه وتفسد ما بينهم لمده 6 شهور ولا سنه روح اصلح ما بينهم، لا، لانه قد يموت الانسان قبل ان يستطيع ان يصلح بين الناس، او قد يموت هذا او ذاك. فالمهم فاحنا في النهايه ما بنجرأش حد، لكن بنقول حل لواحد وقع في مظلمه، وقعت في نميمه، روح اصلح ما بينهم مباشره بفضل الله. طيب ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن يكون سب او شتم او ضرب، روح للي سبيته او اللي شتمته، لان السب والشتم بيكون ايه؟ في الوجه مباشره، لو وراه هيبقى غيبه، تمام؟ فاللي سبيته او شتمته او ضربته روح واطلب منه ان يسامحك وان يقتص منك، قول له انا شتمتك وانت شتمني زي ما شتمتك او تسامحني. ففي الغالب هيقول لك خلاص مسامحك، ما دمت جيت تعتذر خلاص مسامحك. طب انت ضربت واحد، روح قول له زي ما ضربتك بالظبط اضربني، ضربتك قلمين اضربني قلمين، ضربتك كذا اضربني بنفس الطريقه، يعني لا تزود ولا تنقص، تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم طلب القصاص من نفسه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام في احدى الغزوات كان النبي يسوي الصفوف وكان في ايده عصايه صغيره، فبيسوي الصفوف كده بالعصايه، فجت في بطن واحد من الصحابه اسمه سواد بن غزيه رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، كان بطنه مرتفع شويه فالعصايه جت عليها، فقال له اوجعتني يا رسول الله فأقدني منك يا رسول الله، أنا عايز أقتص منك زي ما ضربتني بالعصاية أنا كمان أضربك بالعصاية. الصحابة استغربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، فأعطاه العصا، تمام؟ وكشف له بطنه عشان يضرب فيها. تخيلوا ده من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإذا بسواد بن غزية ينزل على ركبتيه ويقبل بطن النبي ويحتضنه. قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، احنا داخلين دلوقتي نقاتل وقد أموت أو يعني أنال الشهادة، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن النبي قال له اقتص مني فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فشتمت حد، ضربت حد، روح اطلب منه السماح واطلب منه يقتص منك زي ما انت عملت معاه يعمل معاك مباشرة. رفض وسامحك خلاص خير وبركة، المهم في النهاية يكون ايه؟ سامحك. طيب اخدت مال من حد تروح ترد له فلوس، طب معيش الفلوس روح برضه استسمحه، حبيبي الغالي ربنا يبارك لي في عمرك واخويا وحبيبي، انا خدت منك 10,000 جنيه ومش قادر اردهم مره واحده، تاذن لي ان انا اقسطهم على 10 شهور؟ طب ما فيش مشكله. وممكن يكون صاحب مروءه ويقول لك ما دمت جيت واعترفت بالفلوس وانت عاجز عن دفع الفلوس خلاص انا تصدقت بها عليك مش عايزها مثلا، او مثلا يقسطها لك، وما دام قسطها لك خلاص يبقى كده في فرج. طب انا مت قبل ما اتمكن من ان انا ادفع المبلغ كله، لا شيء عليك، ربنا سبحانه وتعالى سيؤدي عنك. هيؤدي عنه ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها، والاراده ده عمل قلبي، يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. يؤدي عنك ازاي؟ بثلاث حاجات، إما أن يوسع عليك لأن عندك نية تؤدي الدين ده، إما أن يوسع عليك فتدفع الدين أو يوسع عليك عشان تدفع الدين، وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الورثة، ما دمت أنا مت وما تمكنتش أدفع بقية الدين ربنا يوسع على الورثة ويكون كاتب لهم في وصيتي إن أنا عليا مبلغ كذا لفلان فادفعه لي، تمام؟ فربنا يوسع عليهم فيدفعوا لي إيه؟ الدين. طب ربنا ما وسعش لا عليا ولا على الورثه، لكن انا كان نيتي اادي وكنت بقسط، تمام؟ اجي يوم القيامه من كمال رحمه الله انه يجيب صاحب الدين ويعطيه نعيما زائدا في الجنه، قصر زياده اي حاجه عشان يتنازل عن تلك المظلمه، ما دمت انا كنت مخلص في ان انا عايز ادي هذا الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. الى غير ذلك من المظالم.
زي عقوق الوالدين مثلا، هنعمل ايه؟ نقبل الايدي والارجل والراس ونسترضيهم. طيب لو كان بقى الناس دي كلها ماتت، هنا بقى الاشكاليه اللي الناس كتيره بتسال عنها. طب انا اغتبت واحد بس هو مات خلاص، او مثلا سعيت بالنميمه بين اتنين وواحد فيهم مات او الاتنين ماتوا، عقيت ام وابويا مثلا وماتوا، تمام، اعمل ايه؟ هل كده خلاص يبقى عجزت عن التحلل من المظالم؟ مفيش في قاموس الرحمه ابدا ان مفيش حاجه اسمها عجز عن التحلل من المظالم. حتى لو مات المظلوم نقدر نؤدي الحق، وده من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى. الغيبة، اغتبت واحد او اغتبت او مش فاكر يا شيخ محمود انا اغتبت كم واحد، قول كده اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، وارحمني وارحم كل من اغتبته، ووسع رزقه ووسع رزق كل من اغتبته، وادخلني الجنة وادخل الجنة كل من اغتبته، وهكذا تدعو له. تمام. فاللي انا اغتبته مثلا، او واحد مثلا بيقول لك اللي انا اغتبته مات، كتر من الدعاء ليه والاستغفار، ولو قدمنا الصدقه كده بسيطه ان شاء الله حتى 50 جنيه في مسجد كده، تمام، في مشاركه في بناء مسجد، ننوي ان هي تكون لايه؟ لصاحب المظلمه. تمام. طب نميمه، سعيد بالنميمه بين اتنين، واحد فيهم مات او الاتنين ماتوا، لو واحد مات بتروح توضح الحقيقه للتاني ان انا وقعت ما بينكم وهو ما قالش ولا انت قلت وسامحني. طب واللي مات نكثر له من الدعاء والاستغفار والصدقه بسيطه كده ان شاء الله يغفر هذا الذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. طب السب والشتم هم ماتوا، تمام، نكثر لهم برضو من الدعاء والاستغفار والصدقه. تمام. نيجي يوم القيامه يجي يشتكيك يقول يا رب ده ضربني او شتمني، ايوه ضربك وشتمك لكن دعا لك واستغفر لك وترحم عليك وعمل لك صدقه كانت سببك في ان انت تيجي يوم القيامه تخش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى خلصنا المظلمه. يا اخي المال، صاحب المال مات، نعمل ايه؟ نبحث عن الورثه. صاحب المال اللي انا خدت منه المال مات، نروح نبحث عن الورثه وندي لهم الفلوس. طب مش لاقي الورثه ودورت عليهم سنين مش لاقيهم، نعمل ايه؟ بنفس المبلغ دوت نروح نحطه في بناء مسجد، ويا حبذا لو كان في بناء اكثر من مسجد. اقترضت من واحد مثلا 10,000 تدفع له في كل مسجد 1000 جنيه مشاركه في بناء المسجد، يبقى شاركت كده في بناء 10 مساجد، وتحتسب ان يكون في ميزان حسنات صاحب المظلمه. يجي يوم القيامه يقول يا رب ده اخذ مالي، لا ده استثمر لك مالك وعمل لك بيه كذا وكذا وكذا بعد ما دور عليك وعلى الورثه وما لقاكش، يبقى كده تحلل من المظلمه. اخر حاجه عقوق الوالدين، طب ماتوا نعمل ايه؟ ندعو لهم ونستغفر لهم ونصل اقاربهم ونعمل لهم صدقات جاريه ونحج ونعتمر عنهم، بس بعد ما نكون حجنا واعتمرنا عن نفسنا، ونصوم عنهم ما فاتهم من صيام الفريضة، لو كان ماتوا عليهم صيام فريضة نصوم عنهم، وهكذا. كل اللي أنا بقوله ده يا حبايبي ليس من باب التجرؤ على الوقوع في المظالم، لكن أنا قلت في الأول لابد أن نحذر من الوقوع في أي مظلمة حتى لو كانت قطة أو كلبة عزكم الله. ما هو النبي أخبر صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لكن اللي أنا بقوله ده بقوله من باب إن لو واحد خلاص وقع في مظلمة وخايف إن هو يعجز عن التحلل من المظالم، أديني ذكرت لحضراتكم كيف نتحلل من المظالم سواء كانوا المظلومين عايشين على قيد الحياة أو ماتوا، هكذا نستطيع إن احنا نتحلل من المظالم كلها. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الوقوع في مظالم العباد بل وكل الكائنات، وأن يحشرني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.